وابوه اللي بيشتغل هنا. المقاومة ده مصر طول عمرها مصر حرة. ياخدها واحد. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. ياخدوا جسد حسني مبارك. الشعب يريد إسقاط النظام. حاضر. ارمي يا جدع. كل ده خايف كل ده. في ألوف مؤلفة هنا يصعب علي تقدير عددها، لكن الشعب في الشارع، وزي ما موجود في مظاهرتنا دي أكيد في مئات المظاهرات على امتداد مصر اليوم. أعتقد أن المطلب الشعبي أصبح قاطع وواضح جدا. إحنا في لحظة ينبغي أن تتغير فيها مصر. مفيش حاجة في مصر تقدر تتغير غير المظاهرات. أعتقد حتى الآن تعامل الأمن أنا راضي عنه، ما عدا من 10 دقايق اما بدأوا يضربونا بالقنابل الآن وأوقفونا. هم بيحاولوا يمنعونا من الوصول لميدان التحرير، لكن احنا هنصل وغيرنا هيصل، مش احنا بس، كل الشعب المصري هيوصل للتحرير. الصحافة فين؟ الإرهاب أهو. محدش يمشي، محدش يمشي. محدش يمشي يا جماعة. الله أكبر، الله أكبر. عايزينه عشان هما في بطاله والميه غليت والكهرباء غليت والضرايب غليت. اللي بيحصل النهارده شيء رائع، شيء رائع. استمرار هذه التجمعات اللي هي ثوره بكل معنى الكلمه هو اكبر ضمان للتغيير. عليهم انهم يبقوا وعليهم انهم يستمروا، لانهم حتى الان عملوا شيء لا نظير له في التاريخ المصري من ايام ثوره 19، ملوش نظير. احنا مشينا من مسجد الصبح هنا في حوالي 20,000 واحد قاموا هناك لغايه قطع المحمول، قطع الانترنت، هل غير شيء من هذه الغفلان الجميله؟ لا ده اغمى عليه بس. الامونيا بس في الكلب بس. لا رمي على المرميه على الارض. بس تعال. شد حيلك يا بلد. شد حيلك يا بلد. انا شايله ولادي واقفه في البلكونه عشان انزل. قلت ما بقاش فاضيه بقى، جبت الولاد ونزلت. بقى كل الشعب ده اسمع كده يقول لك كده قدامنا يكشف يموتوه. دول اخواتنا ما حدش. يا جدعان احنا باصين على العربيات دي عهده. يلا غلط.